الأمل يعود من جديد إلى بيت العميد بعد بلوغه الدور الربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية. الطاقم الفني بقيادة المدرب الشاب عمروش والذي خلف إيغيل مزيان على رأس العارضة الفنية للنادي يريد من لاعبيه تناسي المشاكل العصيبة التي مر بها ووضع لقب الكأس كهدف رئيسي. كأس الجمهورية راه هدف من الأهداف تاعنا، ولكن في البطولة مازال عندنا البوديوم إن شاء الله اللي نزيدو نلعبوا عليها فون. فو با اوبلي بلي ما راناش بعاد على صاحب المرتبة الثانية، لكن كأس الجمهورية ويسكا رانا في الأسبوع تاع كأس الجمهورية، نتكلموا على كأس الجمهورية إن شاء الله يكون هدف بوركوا با رامني لاكوب الأنصار ديالنا اللي يستاهلوا كل خير. نادي مولودية الجزائر الذي سيلعب لقاء الكاس بتعداد كامل بعد استعادة كل من عبد الغاني دمو وبوهنة، وهو ما ترك انطباعا إيجابيا على اللاعبين الذين لن يقبلوا سوى العودة بتأشيرة التأهل إلى الدور النصف النهائي لكأس الجمهورية. احنا واجدين في الماتش تاعنا شغل سيريوزمون. دوكا بون واش نقول لك، غريس لو كان لحقوا كار دو فينال سي با بارازار. دوكا حنايا فو با اوبلي بلي حنا اوسي اوني المولودية دالجي، اوني اوسي هنايا كار دو فينال اوني كاتريام ولا تخوازيام في الشامبيونا. اون اورا نو زاتو ا فيغ بارلي. واش نقول لك، ان شاء الله يخرج ماتش مليح، وتوجور بيان سور في ليطا ديسبري يكون مليح بين لي دو زيكيب. الحمد لله. دوك هذه المباراه تاع الكاس رانا رايحين باش انا نعملوا باش نروحوا باش نحققوا التاهل ان شاء الله من معسكر ان شاء الله ضد امل غريس، اللي انا كاع شغل نخمو غير على الفريق تاعنا وما نخمو على الفريق الخصم، اللي نعرفوا الامكانيات تاع الفريق تاعنا كي يكون مليح ان شاء الله يقدر يفوز باي مباراه. الكاس ستكون الهدية الأجمل لأنصار العميد الذين اشتاقوا إلى معانقة الألقاب والتتويجات، والتي كان آخرها كأس الجمهورية عام 2013. حسين بوصالح، بي إن سبورت.